السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. عذرا بقى على صوتي، عندي شوية برد يعني. هنعمل بقى النهارده كنتاكي الغلابة. بصوا بقى يعني ايه حاجة كده خطيرة، انا عملته معاكم قبل كده بس انا حبيت يعني اصوره معاكم تاني للناس اللي يعني الفيديو ما اتشافش او ما شافتهوش. فادينا بس بنفكر بعض. هنا بقى كانت ام الغالي يعني حماتي العزيزة كانت نفسها فيه وطلبته مني. قالت لي انا عايزه اجربه بطريقتك انتي، لان هم بقى بيعملوه بطريقه الناس يعني بتوع زمان، لو هو بيت كتير بقى والكلام دوت. فلما عرفت ان انا كنت عاملاه ببضايه واحده بس، قالت لي ازاي؟ لا اكيد طعمه مش زي ما احنا بنعمله. قلت لها لا يا ستي، قالت لي انا نفسي فيه، طب اعمله لي انتي بقى عشان انا ادوق. والحمد لله عجبها وكان يعني مبسوطه منه جدا. قلت لي لا ده كمان حلو، طعمه جميل وخفيف وحلو يعني، في الغلا ده موفر برضه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كنت جايبه ما شاء الله القرنبيطه كانت كبيره، فانا قطعتها زي ما انتم شايفين. خدت نصها كده ان انا اعمله، ونصها التاني سلقته عادي يعني، شايلاه في الفريزر مسلوق بس مش مسلوق سلقه كامله، كان نص سلقه. وهعمله بقى معاكم وصفه خطيره للي ما بيحبش القرنبيط المقلي. بس بقى ايه، مش هتحسي اصلا فيها ان انت بتاكلي قرنبيط من كتر فعلا ما بتبقى خطيره. هعملها معاكم ان شاء الله قريب وبرضه قولوا لي رايكم ايه. طبعا انتوا شايفين اهو، احنا هنا بنفصص كل ورديه بين قرنبيط لوحدها. جبت حله ما فيها ميه غليت، حطيت معلقه كمون صغيره عشان القرنبيط من الحاجات اللي بتعمل غازات يعني وكده وانتفاخات، فلازم رشه معلقه الكمون دي. وكمان عشان ريحته ما يبقاش عامل ريحه قويه كده. تمام. انا هنا كنت مقطعه وردات صغيره ووردات كبيره يعني حسب كان اللي بيطلع معايا. بس بننزله كده يدوب غلوة بس كده وبنشيله. هنا الخليط دوت احنا كنا عاملينه مع بعض. ده خليط الدقيق، حاطه فيه بقدونس، بضايه، ملح وفلفل، كمون، شويه كزبره، شويه توم. ومكست كله مع بعضه. وحاطه كمان فيه يا بنات بودره زعفران عشان يخلي اللون كده ذهبي. يعني انا بحب قوي يعني رشه كده بتفرق جدا جدا قوي في اللون، هي بتفرق في اللون اكتر من الطعم يعني. بس خدت نص الخليط زي ما قلت لكم، حطيت بقى الميه والبضايه وكده وربيته، والنص التاني لوحده حطيت معلقه نشا. تمام. باخد من الخليط ده على الدقيق. آه وببدره بقى بالدقيق. نروح بقى للطاسه، طاسه فيها زيت سخن سخن كويس ومطيه عليه، يعني عشان مش اول ما تحطيها ياخد لون ويتحرق منك. الزيت يسخن وتوطي عليه، ما يبقاش على نار عاليه. وانزلي بقى بواحده واحده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بنطلعها على شبكة، لان الحاجات اللي انت عايزاها تبقى كريسبي اصلا مفروض ما بتطلعهاش على مناديل ابدا لانها هتطرى. فلازم على شبكة وميبقاش فوق بعضهم، يعني اللي انت تطلعيه يتصفى منه الزيت فتنقليه على طبق التقديم اللي انت هتقدمي فيه، وتطلعي بقية الكمية المصفى. تمام. بس وتقلبي بقى لغايه لما تاخدي اللون اللي انت حباه. دول كانوا الكميه اللي انا عاملاها يعني على قد اللي طلب يعني، على قد حماتي وكده. بصوا بقى يا بنات، لونه وطعمته وخطيرته، يا رب يكون عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.